اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد، رسولنا النبي الأمي المبعوث رحمة للعالمين. اليوم نتواجد لمتابعة مباراة كبيرة في ربع نهائي كأس إسبانيا وخطوة جديدة في الطريق نحو النهائي. دقائق منتظرة تفصلنا عن بداية البث المباشر لهذه المباراة المنتظرة. أهلا بكم مشاهدينا متابعينا في كل مكان. نتمنى بأن نشاهد معا مباراة كبيرة في ظل هذه الأجواء، وسأكون معكم محدثكم فارس عوض من كابينة التعليق. واليوم لدينا مباراة في إطار الدور ربع النهائي لهذه البطولة. الكل متحمس هنا ونحن أيضا متحمسين، ونتمنى مشاهدة مباراة قوية من الطرفين. مباراة كبيرة وغير عادية تتكلم عن الترشيحات التي تأتي في خانة الفريق الضيف، لكن مع إصرار أصحاب الأرض ودعم الجماهير قد نكون على موعد مع مباراة كبيرة متكافئة. في كرة القدم لا شيء مستحيل، ومن يبذل الجهد ومن يقدم العطاء يحسم النتيجة. والآن نستعرض تشكيلة أصحاب الأرض، واليوم يلعبون بخطة 4-5-1 الهجومية. تشكيلة ريال مدريد الآن أمام حضراتكم. فريق راح يتبع خطة 4-4-2، في مهاجم متقدم، في آخر يدعم أيضا من الخلف. المباراة تنطلق عند ريال مدريد. ممتاز المرور، بيعدي بيتخلص من الرقابة. الدفاع يفضل ابعاد الكرة بعيدا عن المرمى. ميليفويفيتش، بناء جيد لهذه الهجمة. كرة باتجاه المرمى، وجدت الحارس بالمرصاد. جميل الكرة البينية، الله على النطرة، لم تشكل أي خطورة. لوكا مودريتش يخطف كل الأضواء في مباراة اليوم. أقاويل كثيرة وأخبار متداولة عن نية اللاعب في الاعتزال في نهاية الموسم. حتى الآن الأمر غير مؤكد، لكن لو حدث لن يكون الأمر مستغرب، لأن لما تصل لسن معين يكون حينها من الصعب التكيف مع كرة القدم، مع الضغوط، مع التدريبات، مع تحمل أمور عديدة. حقيقة سيكون أمرا صعبا على الفريق وعلى الجماهير بعد كل ما قدمه وما زال يقدمه. سيكون من الصعب أيضا عليهم تقبل الاعتزال. مجهود مميز، كرة ثابتة بين أحضان حارس المرمى. كريستيانو رونالدو، توني كروس يتقدم في منطقة الخصم في هذه اللحظات. الله على التألق، شوف البراعة، شوف النجاح في التصدي. تنفيذ الضربة الركنية في وسط منطقة الجزاء، يبعد الخطورة في هذه الكرة. لعب هادي وبدون تسرع بالرغم من نتيجة التعادل بين الفريقين. الله على التصدي من كورتوا، فرصة كبيرة بتضيع في هذه اللحظات. هذه كيف تضيع؟ ربما لا تعود هذه الكرة مرة أخرى. انطلق على الطرف، ممكن يلعب لكرة عرضية، ممكن جول. اعتراض حاسم في توقيت مثالي يمنع الخطر. الكرة بتروح من ريال مدريد.
ممتاز التدخل، شوف كيف قراها رودريجو. كرة بتصبح في سيطرة الفريق المنافس. مساحة كبيرة الآن فاضية على طرف الملعب. استخلاص الكرة في مناطق الخصم، قراها بشكل سليم، يقطع الكرة بدون مشاكل. ريال مدريد على الأطراف بشكل ممتاز. عرضية على القائم الخلفي، تشتيت سيء للكرة في هذا المكان. الكرة في المرمى، مهارة خيالية، نهاية خرافية، حط على الطاير بكرة لا يسجلها إلا الكبار. ولنا نشوف في إعادة الهدف. البداية كانت من الخطأ في إبعاد الكرة وبالتالي استمرت الخطورة. أتى الهدف واللاعب غاضب مما حدث الآن في اللقطة، لأنه كان يعلم بأنه ممكن يتفادى هذه اللقطة لو ركز في إبعادها. المدرب الآن سعادته كبيرة بهذا الهدف بعد ما سجل فريقه وبعد ما تقدم أيضا في هذه اللحظات. هدف أول في المباراة، تقدم الآن بهدف مقابل لا شيء. حلو تبادل كرات، حلو تمريرات، البحث عن ثغرة، البحث عن مساحة، البحث عن فرصة في داخل المنطقة. الآن عليه استغلال المساحات والبحث عن هجمة مرتدة. ما كان في عنده أي خيار سوى تشتيت الكرة بعيدا. الله على هذا التصدي، مد جسمه بالكامل، تمكن من منع الكرة، تصدي ولا أروع. شوف الإعادة، كان يتمنى أيضا هذه الكرة تريح أعصابه وتوسع الفارق وتقرب الفريق أكثر من الفوز في المباراة. كريم بنزيما، أوهو على هذه الكرة، تدخل مثالي في الوقت المناسب. شوف منع الكرة من الدخول، غيرت الكرة اتجاهها، خادعت الجميع، فرصة بتضيع. تدخل وإبعاد الكرة إلى التماس. ميليفويفيتش، هدوء كبير في بناء الهجمة بالرغم من تأخر الفريق في النتيجة، لكن ضاعت الهجمة قبل أن تشكل أي خطورة في الثلث الأخير. ضربة حرة مشاهدينا تمنح لفريق الميرينغي. رودريجو، عرضية في المنطقة، ابعاد الكرة، تدخل في توقيت مثالي لابعاد الخطر. الحكم يشير الى دقيقة واحدة فقط كوقت بدل ضايع. رائع في قطع الكرة وفي انهاء الخطورة. صافرة الحكم تنهي الشوط الاول 1-0. ركلة لبداية وانطلاقة الشوط الثاني. ممكن الفريق يستغل الوضعية ويبدأ هجمة مرتدة. ضاعت الكرة المرتدة، ضاعت الكرة دون أن تستغل. ينطلق بالكرة نحو المرمى. كرة عرضية من فينيسيوس،
خطورة مستمرة بعد فشل إبعاد الكرة. في آخر أخبار الميركاتو تؤكد أيضا بانتقال لاعب جديد إلى المان سيتي. هكذا فترة الانتقالات فترة حساسة بالنسبة للفرق اللي تبحث عن تدعيم صفوفها بأفضل اللاعبين، وأيضا بالنسبة للصحافة اللي تبحث دائما عن الأخبار الحصرية. انطلاقة هجومية لريال مدريد. رونالدو فرصة هدف. أوهو، العارضة تتحدى وتعترض الطريق. كرة يفقدها بعد تدخل الخصم. العارضة تتدخل في كرة أخيرة لتحافظ على استمرار الإثارة في هذا اللقاء. كرة كادت أن تقتل المباراة بشكل. الحارس يفوز بالكرة تحت الضغط. ماركو أسينسيو. ريال مدريد الآن يقوم حاول التسجيل مرة أخرى. شوف حارس المرمى في المكان المناسب، تصدى لهذه الكرة. برافو. لم يتبقى الكثير من الوقت. شوف المدرب الآن اللي يبحث عن دماء جديدة في هذه اللحظات لتعديل النتيجة قبل فوات الأوان. ميليفويفيتش. ولعب الشوت. الله على الطيران، تصدي مثالي للكرة على الطاير. مدرب يحاول التصرف في ظل تأخر فريقه في النتيجة ويبحث عن دماء جديدة. يفشل في إبعاد الكرة بعيدا عن مناطق الخطر. تدخل ممتاز هنا. خطرة. الحارس يتحدى من جديد. الله على هذا الأداء الرائع الذي يقدم اليوم. يتقدم إلى الأمام. عرضية خطيرة لكن بتروح مباشرة إلى يد حارس المرمى وتنتهي خطورتها. 20 دقيقة كل ما تبقى على نهاية أحداث اللقاء. تدخل بشكل سليم. شوف استخلاص الكرة في اللقطة السابقة. تمريرة سيئة والآن فقدان الكرة. خطأ في هذه اللقطة من مودريتش. ميليفويفيتش. ضغط مستمر، تبادل الكرات، محاولة لإيجاد فرصة في إيجاد ثغرة في الدفاع. المستضيف يستحوذ على الكرة ويسيطر في آخر ربع ساعة. محاولات كثيرة على المرمى في الدقائق الأخيرة لإحراز هدف التعادل قبل صفرة النهاية. يسابقون الزمن. التركيز مطلوب في إنهاء الفرص. غياب للتغطية ومرور سهل. مجهود في منتهى الروعة لكنها بتروح سهلة إلى حارس المرمى وتصدي سهل في اللقطة. يستعيد الكرة بتدخل سليم. 9 دقائق تفصل عن نهاية المباراة. ربما تكون الفرصة الأخيرة للعودة في المباراة. فرصة الآن. كورتوا يتصدى واللعب مستمر الآن. يفتك الكرة في منطقة الخصم. الضغط يتواصل. رودريغو. ملعوبة إلى رونالدو. ماركو أسينسيو. كامافينجا. أضاعوا الكرة. بيعدي فيها. فرصة الآن. أوهو، حارس المرمى في منتهى الروعة. أصوات الجماهير ترتفع في الدقائق الحرجة. مطالبة من اللاعبين تسجيل هدف التعادل قبل صفرة النهاية. رائع في قراءة الفريق الخصم. إمكانيات الكرة العرضية. يا الله على هذه الفرصة. لو دخلت الكرة كان هدف عالمي. شوف الكرة المقصية، كان
قريب من حارس المرمى، لكن الحظ في اللقطة الماضية ما حد. والآن صافرة النهاية مشاهدينا تعلن عن تأهل الميرينجي. أداء جيد ومواجهة كانت صعبة والتنافس كان واضح والنتيجة كانت قريبة، هذا اللي جعل الأمور ممتعة حتى الصافرة النهائية وتأهل الطرف الأفضل. مباراة ممتازة كانت من جانب كريستيانو رونالدو، أداء وتألق كبير يجعل محور الأحداث في مباراة اليوم. أعتقد بأن سعيد جدا بما قدم في أرضية الملعب، خاصة بأن من أحرز هدف التقدم لفريقه واللي كان سبب الفوز.